السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في مطبخ فيديو رشاد. يا رب تكونوا في أسعد حال ورضا من الله عز وجل. بقالي كام يوم كده ما نزلتش فيديوهات، كنت مشغولة شوية. وحشتوني جدا. إن شاء الله النهاردة أنا عارفة الناس كلها شاطرة في المحشي، بس أنا الحمد لله في تكات كده معينة، وبعون الله كده وربنا يبارك يا رب. بعمل اوردرات، فبيطلبوا المحشي كتير علشان في تكات معينة بعملها في خلطة المحشي. ما شاء الله بيطلع تحفة، وهقول لكم على شوية اسرار علشان يطلع منكم احلى واحلى واحلى. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم حبايبي. اللي لسه ما نورنيش بالاشتراك، يا ريت تنوروني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس وعمل لايك للفيديو، وتشيروا الفيديو لاحبابكم عشان الكل يستفيد. معلش استحملوني شويه، ممكن صوتي يروح شويه كده في وسط الفيديو. شايفين حته طبق محشي يجوع، حتى لو الواحد شبعان لما يشوفه بالجمال ده برضو هيجوع. يلا بينا نسمي وبسم الله كده هنبدأ. عندي الحلة الشقيانة بتاعتي دي انا سلقت فيها كرنب، بس للأسف النور كان مقطوع فما عرفتش اصور الكرنب وهو بيتسلق. بس اهم حاجة عندنا سر الخلطة، وده اللي انا عايزة اكد عليه. حطيت شوية زيت كده محترمين، بتاع يعني ربع كوباية زيت، وعليهم معلقة سمنة بلدي بقى اللي هتدي الطعم الحلو جدا. انا بحب احط الزيت، بيخلي الرز مفلفل وخفيف كده في الاكل، وتاكليه لغاية اما تعدي الشبع. حطيت بقى معلقة السمنة البلدي، وهستنى لما يسخن. تكوني بقى مجهزة بصلتين كده مقلبزين حلوين، وحطيتهم علشان يتحمروا بعد ما السمنة والزيت سخنوا. اي نوع بصل للمحشي مش مشكلة، احمر ابيض عادي. احنا بنستخدم البصل الابيض عشان الشوربة ما يغمقهاش، والبصل الاحمر ممكن نستخدمه مع الصلصة مع اي حاجة مش مشكلة. عندي بقى كيلو طماطم كده زي القمر، وفي طعم حلو قوي بيتعمل لما بتحطي 3 4 فصوص توم كده. ولو عايزة حار زي ما انتي شفتي حطيت فلفل حراق. بنضربهم بقى بكوباية مية، او ممكن كوباية ونص مية في الخلاط. تضربيهم ضرب كويس جدا لغاية ما ينعموا، وتنزلي عليهم بيهم على البصلة. البصلة انا مش بحبها محمرة قوي يا جماعة، عشان انا بحب طعمه خفيف كده متسبك، مدي طعم التسبيكة الحلوة من غير الحمو الزيادة. علشان بقى نخلي الصلصة لونها فظيع كده وحلو منورة، حطيت 3 معالق معجون صلصة، ونكمل بقى تسبيكه على النار. بتقلبي الصلصة كل شوية وتعمليها على نار متوسطة علشان ما تلسعش في الحلة. تقلبيها كل شوية كده علشان تحسي بسمكها، وعلشان زي ما قلتلك ما تلزقش برضو في الحلة. عندي بقى انا كنت سلقة الكرنباية الاخضر ده، انا ممكن اخد منه الجزء اللي فوق لو في خلطة اتبقت بينفعني بصراحة. ده الاخضر خالص اللي هو بيبقى بره الكرنب، طبعا في كام ورقة كده برضو بتترمي، وده عشان يتفرد كمان جزء منه في الحلة. انا بصراحة بحب اعمل بالطريقة القديمة بتاعت اجدادنا. وكمان هقول لكم ان شاء الله هعمل معاكم رصة الاطباق الاوردرات اللي انا بطلعها، ودعواتكم ليا ربنا يوسع على الناس كلها يا رب. نشوف بقى بقية التقطيع. دي بقى انا يعني حبيت اقطعها كده قدامكم. الاخضر ده انا بصراحة عندي الولاد بيحبوه، فبحط جزء من الاخضر في الحلة، واللي هو الاخضر الطري شوية الناشف ده بفرشه بقى في الحلة من تحت، وبرص عليه المحشي. المقص بيبقى سهل جدا. في بعض الناس بتقطع الكرنباية قبل ما تتسلق كده، اللي هو بيدي شكل حلو في الفيديوهات، بس بصراحة بيهدر كتير جدا. يقولك سرعة الصاروخ هتقطعي بيها الكرنبة، معلش احنا مش هتاخد مننا وقت كتير قوي، بس في نفس الوقت ما نهدرش حرام نعمة ربنا. هنقطع بقى، نحاول نقطع ورق الكرنب يكون الاحجام بتاعته متساوية علشان صوابع المحشي تبقى امورة كده ورصتها شكلها حلو. الزيادة اللي انا بقصها دي مش هتترمي، ساعات بيبقى فيه صباع محشي كده فيه نقراية حتة رزاية كده طالعة منه، بنلف بيه البواقي الصغننة دي. انا مش برمي حاجة على فكرة.
عندي بقى الرز، انا عامله تقريبا كيلو ونص رز. انا بقول لكم المقادير كده عشان هعمل كميه. الصلصه اللي انا عملتها دي هاخد منها معلقتين كده كبار علشان احط منها على الشوربه اللي هسقي بيها المحشي او العقد زي ما بيقولوا. وبقيت الصلصه شايفين ما شاء الله السمك حلو جدا، الله اكبر، واللون حلو. انا بقى عايزه اسيب شويه كده في الحله من تحت علشان بقى بيدي لون حلو اثناء تسويه الكرنب. شايفين بقى التوابل دي مهمه جدا. عندي كزبره وكمون وملح وفلفل والسبع بهارات ورشه نعناع صغيره. كل المقادير تقريبا معلقة كبيرة ما عدا البهارات تبقى معلقة صغيرة، والنعناع عشان ما يغيرش الطعم قوي يا دوبك بس شوية صغيرين، نص معلقة صغيرة. عندي الخضرة القمر دي، عندي شبت وبقدونس وكزبرة. هنكتر الكزبرة عن الشبت والبقدونس علشان الكزبرة هي بتدي طعم حلو جدا. هنقطع بقى ناعم دول 4 حزم تقريبا، 2 كزبرة وواحدة بقدونس واحدة شبت. هنقطع بقى الخضرة صغير كده على قد ما نقدر. اما نيجي بقى نعمل محشي نحاول الخضرة تبقى طازة كده. الحمد لله الايام دي الجو اتحسن فالخضرة طالعة حلوة الحمد لله شوية. نقطع كده شوية محترمين، يعني تقريبا 3 كوبايات مليانين خضرة لو هنعايرهم بالكوباية. ونقلب بقى، وانا بقلبها ريحة الخضرة ما شاء الله مع الصلصة روعة. شايفين اللون ما شاء الله بعد ما قلبنا. هبدأ بقى احشي الاول هيتحط في الاطباق اللي هو هيروح اوردرات. وانتي بتحشي حاولي بقدر الامكان ان ما يبقاش فيه رز بره صوابع المحشي علشان ما يبقاش شكلها يعني وحش كده، او يبقى الرصة كمان يبقى شكلها كمان حلو. الصوابع تبقى قد بعضها. لو لقيتي حتة الكرنباية اللي بتحشيها اطول من اللي قبلها شوية ممكن تقومي لما حتة من الجناب عشان يطلع كل الرصة قد بعض. عايزين بقى يا بنات لايكات كده للفيديو حلو. معلش انا بقول يا بنات عشان انا مدرسة ثانوي بنات. شايفين انا لميت حتة كده صغنونة علشان احاول ان الصوابع تبقى قد بعض والطبق يبقى شكله حلو كده وهو خارج. لفيت الطبق بقى عشان تشوفي الرصة. شايفين ما شاء الله كل الصوابع قد بعض. بتحاولي تخليها كده يعني سمك واحد برضو، وما تخليش حاجة بقى مقلبظة كده ولا مكلكعة، لا كله حلو كده مرصوص رصة تمام. وبرضو لو انت هتعملي لبيتك برضو بالحاجة بيبقى شكلها حلو، مرصوصة شكلها حلو بتفتح النفس بصراحة. ادي ما شاء الله الاطباق اللي طالعة. انا لما بعمل حاجة زي كده بعمل حساب بيتي شوية علشان يبقى دبكة كده مع بعض. عندي بقى الحلة حطيت فيها ورقة الكرنب الغامقة اللي هي سلقناها في الأول برضو مع بقية الكرنب، وهنرصص الترصيصة شكلها حلو كده تفتح النفس. نرصص 4 أو 5 صوابع واللي جنبهم يبقوا عموديين عليهم لغاية ما نخلص الأدوار كلها. شايفين بحاول على قد ما اقدر ما يبقاش فيه رز كده بين المحشي عشان ما يخليش شكله وحش ويعجن المحشي في بعض. حبايبي اللي لسه ما نورنيش بالاشتراك يا ريت ينوروني كده بالاشتراك بتاعهم وتفعيل الجرس علشان يجيلكوا كل الفيديوهات الجديدة، وربنا يقدرني ان انا اعمل لكم كل الوصفات الحلوة بإذن الله.
انا بس حبيت يعني الف شويه عشان يبان الشكل. ادي الشكل اللي في الاخر في الحله. اي نعم ضحكت على ولادي وطلع شويه صغيرين، بس مش مشكله، كفوا الغدا الحمد لله. وحطيت بقى شويه صلصه فوق الوش من اللي انا كنت حيشاهم في الطبق. وهرش رشه ملح كده عشان بس ايه الحياء يبقى مظبوط. عايزه تكتري الشطه تاني كتري. وهنصب بقى شويه شوربه. لو ما عندكيش شوربه ممكن شويه ميه مغليه وتحيقيهم بنفس البهارات بتاعت المحشي. ولو انتي بتستخدمي مرقة الدجاج ممكن تقلبي فيهم مرقة الدجاج وتصبيهم على المحشي. شايفين انا مش مغطية صوابع المحشي، يعني السطر الاخير او الصف الاخير مفيش عليه مية. انا حبيت اغطيه كمان بصينية، وممكن تفردي فوقيه العروق بتاعة الكرنب عادي. اما بيغلي كده لمدة 5 او 7 دقايق بتهدي على النار عشان يستوي. شايفين ما شاء الله باين قوي ان هو طبعا مستوي ومش معجن. شايفين حلو قوي. يا رب حبايبي النهاردة يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف كده عليكم. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جاية. شكرا لكم حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.